إيه رأيك إن كلود كود يفتح المتصفح بإيده يدوس على الزراير يملى الفورمات يقيس سرعة موقعك يلاقي المشكلة يصلحها ويرجع يتأكد بنفسه إنها اتصلحت وبعدين يقول لك يا باشا خلصت كل ده من برومت واحد من غير ما تاخد سكرين شوت واحدة ولا تعمل كوبي بيست لأي ايرور من الكونسول. النهاردة يا صديقي هنودع الكوبي بيست ديباجنج للأبد. السر في أداتين بس: البري رايت ام سي بي من مايكروسوفت وكروم ديف تولز ام سي بي من جوجل. الأولانية بتدي موديل ايدين يتحرك بيها والتانية بتدي عيون أشعة بتشوف جوه المتصفح. أهلا بيك يا صديقي في محمد اي اي لاب. لو عندك مشروع ويب قدامك دلوقتي خليه مفتوح على جنب عشان في آخر الفيديو هتقدر تجرب كل خطوة بنفسك على موقعك انت. طب ايه هو ال MCP أصلا؟ بروتوكول بيوصل الموديل بأدوات خارجية عشان ينفذ حاجات حقيقية على جهازك. خلاص كده التعريف خلص. المشكلة اللي كنا عايشينها الموديل بيكتب كود فرونت اند وهو مغمض مش شايف المتصفح ولا الكونسول وانت اللي بتديله كل ايرور بإيدك. النهارده هنفك العصابة دي على مرحلتين: بلاي رايت ام سي بي بتاع مايكروسوفت هيخلي الموديل يتحرك جوه المتصفح بنفسه، يفتح متصفحات، يدوس، يكتب، يملى فورمات. ده جزء الايدين. كروم ديف تولز ام سي بي بتاع جوجل هيلبسه نظارة الأشعة البرفورمانس تريسز والنتورك لايت هاوس والميموري، والاتنين مع بعض فرقة كاملة جوه التيرمينال بتاعك. نبدأ بالإيدين. بلاي رايت ام سي بي ده ام سي بي سيرفر رسمي من مايكروسوفت، واصل حوالي 35 ألف نجمة على جيت هاب. فكرته العبقرية مش بيبعت للموديل صور خالص، بدل الصور بيبعت accessibility 3 سناب شوت، نص منظم فيه كل عنصر وليه ريف ثابت زي E21. الموديل بيقرا الصفحة قراية مش بيخمن من صورة، أسرع وأرخص، والضغطة بتروح للعنصر الصح كل مرة مش أغلب الوقت. والتركيب في كلود كود سطر واحد بس هسيبهولك على الشاشة، واول امر هيفتح لك كروم ظاهر قدامك لانه هيدد باي ديفولت. الاصدار الحالي 0.78 نازل من كام يوم. 24 تول شغالين باي ديفولت زي البراوزر نافيجيت والبراوزر فيل فورم، و45 اضافيين بتفتحهم بالكابس. والمشروع بيتحدث بسرعة رهيبة، فلو بتتفرج بعد فترة الأرقام دي ممكن تكون اتغيرت. يلا نجرب لايف. قلت له افتح demo.playwright.dev to do MVC وضيف 3 مهام واعمل عليهم شيك. بص على الشاشة على الشمال الاكسسبيليتي تري اللي رجع من البراوزر سناب شوت، وعلى اليمين المتصفح بيتحرك لوحده. ده شكل الموقع في دماغ الموديل، نص وريفس. واللقطة الأقوى الفورم الطويلة. اديته بيانات سي في وقلت له املأ فورم التقديم دي، فاستخدم البراوزر في الفورم وملأ كل الخانات في نداء واحد. حاجة بتاخد مني 10 دقايق خلصت في دقيقتين. ولو عايزه يشتغل على متصفحك الحقيقي وانت مسجل دخول بحساباتك، فيه اكستنشن رسمي اسمه بلاي رايت اكستنشن على كروم ويب ستور. بتشغل السيرفر بفلاج داش داش اكستنشن وهو يتوصل بالتابات المفتوحة عندك فعلا. جه وقت العيون بقى. الكروم ديف تولز ام سي بي ده من فريق كروم ديف تولز نفسه في جوجل، نزل بعد بلاي رايت ام سي بي بحوالي 6 شهور وعدها في النجوم 46 ألف نجمة. بس للأمانة البلاي رايت بيتحمل من ان بي ام 3 مرات أكتر كل أسبوع. الأداة شغالة ببوتير للتحكم بكروم ديف تولز للفحص من جوه. البرفورمانس تريس بتحليل جاهز لل LCB واللايت هاوس اوديت والنتورك ريكويستس بالريسبونس بادي والكونسول مسجز والهيب سناب شوتس تصطاد لك الميموري ليكس. والتركيب زي ما اتعودنا سطر واحد. ولو بتحب الأنظف في بلجن رسمي لكلود كود بيجي معاها سكيلز جاهزة لتحسين ال LCB وصيد الميموري ليكس. المشروع وصل ستيبل 1.0 في مايو ودلوقتي 1.5 51 تول في 10 فئات منهم 29 باي ديفولت، يعني جوجل شايفاه منتج رسمي. وده فرق عن بلاي رايت ام سي بي اللي لسه اصداراته 0.0. الديمو اللي هيغلب دماغك بقى: عندي صفحة على اللوكال هوست بطيئة مخصوص، صورة هيرو ضخمة وسكريبتس بتعطل الريندر. البرومت الصفحة دي بطيئة، اعرف السبب وصلحه. اتفرج بقى. كلود نده البرفورمانس ستارت تريس وعمل ريلود وبعدها بيرفورمانس انالايز انسايد، قال له مين ساهم بالظبط في البطء ده كله: الصوره والسكريبت الفلاني، الريندر بلوكينج، كل ده من غير ما افتح الديف تولز بايدي. وهنا اللحظه السحريه: راح للكود صغر الصوره واجل السكريبتس ورجع عمل تريس تاني لوحده يتاكد ال LCB نزل. وانا بتفرج على التول كولز بتنزل ورا بعضها حسيت ان جنبي مهندس بيرفورمانس بيشتغل وعمره ما بيزهق. وده بالظبط المشكلة اللي جوجل قالت إنها جاية تحلها، إن الإيجنت اللي بيكتب الكود مش شايف الكود ده بيعمل إيه في المتصفح. بس خليني صريح معاك في حتة اللايت هاوس أوديت بيغطي الإكسسبيليتي والإس إي أو والبيست براكتس، إنما البرفورمانس تشخيصه من التريس نفسه، والأداة شغالة على الكروم بس. دلوقتي الوصفة اللي جيت عشانها: الاتنين في أجنتك لوب واحد. البلاي رايت بيسوق والديف تولز بتراقب.
وكلود بيفكر ويربط. قلت له شغل فلو الشراء الكامل وراقب الكونسول والنتورك. لقى ريكوست واقع، راجع ستاتوس 500. قراه وصلح الكود. بس خد بالك من فخ مشهور: كل سيرفر بيفتح مصفح لوحده باي ديفولت. الحركة تفتح كروم بريموت ديباج داشبورد، والار تي بيساوي 922، وتدي بلاي رايت السي دي بي اند بوينت والديف تولز البراوزر يو ار ال على نفس البورد. كده الاتنين شايفين نفس التاب. وكلمتين امان: البلاي رايت كاتبه في الريد مي ان ده مش سكيورتي باوندري، الايجنت يشوف ويعدل اي حاجه في المتصفح. وما تربطش متصفحك الشخصي، استخدم داش داش ايسوليتد وريح دماغك. ما تنساش ان هما يعدوا الكابتشا او الكلاود فرير، ده مش شغل. واخر صراحه، الشغلانه بتاكل توكنز قوي في الصفحات المعقده. الحلول للبراوزر فايند في البلاي رايت، وفلاج داش داش سليم في الديف تولز. واقفل السيرفر اللي مش محتاجه. الخلاصه في جمله: بلاي رايت ام سي بي شغلتها السواقه، وكروم ديف تولز شغلتها التشخيص. دول زمايل مش خصوم. سطبهم الاتنين، دول سطرين في التيرمينال، وسيب الايجنت يختار. من اليوم هتركبهم فيه هتحس ان معاك كيو اي انجينير، بيرفورمانس انجينير قاعدين جنبك في التيرمينال. والكوبي بيست باكينج هيبقى ذكرى. سؤال النهارده: اول مهمه هتديها لمين؟ صفحه بطيئه لكروم ديف تولز ام سي بي، ولا فورم طويله و اي تو اي تيستس للام سي بي بلاي رايت؟ اكتب لي اختيارك في الكومنتات وليه، وانا برد على كل حاجه. واحلى ورك فلو هثبته فوق. ولو فيديو وفر عليك ساعات ديباجنج، اللايك والاشتراك دول بنزين القناه. سلام.